عسلامة ومرحبا بكم. دبرتنا لازانيا باللحم مفروم سهلة ومشخشخة، حسيلو جات روعة. المكونات متاعنا عنا اللحم مفروم، طماطم معجونة، الفاحات، البصل والثوم، لازانيا هذاك جبن خاص باللازانيا والبيتزا يعجبني برشا. وعنا مكونات البشاميل، فرينة وزبدة وحليب. به ندفيو الطنجرة متاعنا، نحطو فيها حكاية شطركة زيت باش نذبلو البصل والثوم. هنا الفيديو هذا التليفون قص برشا مرات. المفيد تم حاجات باش تلقاوهم مش مصورة، مثلا كي باش نمرق بالماء ولا كي باش نفوح البشاميل. المفيد انا هاني باش نقول لكم عليهم باش ما تبداش حاجة ناقصة. هنا نحط الثوم نذبلو مع البصل، هاكا ريتوها الطنجرة بزيد شوية زيت باش تجي المرقة سايلة، والطماطم تعطي بنة، تعطينيش قروسية، تبدا زايدة شوية زيت. نقلي شوية من الأول في الثوم والبصل اللحم مفروم يتبايل معك البصل والثوم، يعطينا نكهة في الصلصة. نغطيها نخليها يتقلى شوية، ومن بعد الطماطم عندي كعبتين طماطم رحيتهم حطيتهم زيادة من الأول. مراحل هذيا الكل باش تتحصلوا على البنة في الآخر. هاكا كعبتين طماطم فريشك ترحيوهم وتقليوهم مع اللحم مفروم. من بعد طماطم المعجونة مغرفة وشطر متاع ماكلة باش نحلهم في شوية ماء باش ما تسهل عليا التطييب. هاكا نحلوهم في شوية ماء ونحطوهم مع اللحم. تاخوشي برشا وقت، راهي الصلصة باللحم مفروم نفس الشيء في ساعة تيب، النار متوسطة. وباش نفوحوها كيما العادة فلفل زينة، مغرفة كبيرة فلفل زينة وشطر تابل. هنا مرقتها بالماء، ما وريتكمش كيما قلت لكم، اما مرقتها بالماء. وهوكا لفاح فلفل زينة، شوية تابل وكروية، شوية كركم، شوية فلفل أكحل وشوية ملح. نخلطوا اللفاحات متاعنا باش نزيد نمرقها بشوية ماء. وطوا عندي قرن فلفل حار نفس الشيء قصيته جويد باش نرميه يطيب مع الصلصة. هكا يلزمها تكون هكاكا صلصة جارية مش عاقدة باش تنجم باش تجيبلنا البات. هنا باش نعمل صلصة فيت على طنجرتي الاخرى. توا باش نعمل البشاميل، نار بشوية نار ضعيفة. نذوبوا 50 جرام زبدة، 100 جرام فرينة، 50 زبدة، 100 فرينة، ونحلوهم مع بعضهم على نار هادية. نحلو هكاكا بشوية بشوية، ما نقصوش على التخليط، نقعدوا نخلطوا هكاكا باش ما تعملناش البشاميل الكعابر. والماء والحليب نقعد نصب شوية بشوية، هي تشرب وانا نزيد على حليب، خاطر الفرينة متاع البشاميل يلزمها تطيب تقعدش نية. ما نعملوش بشاميل مزروبة، الفرينة من داخل مش طايبة بعد تقلقنا. هاكا هي تشرب وانتي تزيد، حتىش اللي تتحصل على بشاميل هكا سوبل. هاكا ريتوها لهنا فوحتها تشيشة ملح وتشيشة فلفل أكحل، وفي الاخر حط لها شوية جبن زيادة تعطيك بنة على بنة هكا. هاو هذيك هي البشاميل متاعنا. توا باش نحضروا الطبق متاعنا. من الاول كيما تحب تفرش، تعمل فرشة بشاميل ولا فرشة صوص كيما تحب. انا مرة هكا مرة هكا، كل مرة كيفاش الزوز تعطيك نتيجة باهية، تطيب لك البات. لهنا في الطبق هذا عملت 3 فرشات لازانيا، 3 فرشات بات يعني.
خاطر عملت بزيد، عملتها الصوص، عملتها جارية. تقعد لك شوية فراغ، تقسم، تاخد كعبة لازانيا تقسمها في 2 وباش ما تقعدش فارغة، وتعبي الطبق نتاعك. توا باش نحط لها الصلصة نفس الشيء، نغموها بالكدا بالصوص. ريتوها كيفاش؟ قدرة ربي كي تبدا الطريقة هكا تجيبلكم البات متاعكم، في الاخر تلقاو لازانيا مشخشخة وطرية. توا حطيت الموتزاريلا، نزيد فرشة اخرى بشاميل، ونكمل هكاكا. نزيد نحط توا اللازانيا، فرشة أخرى صوص، نحو كريتوها صلصة. تغملنا الطبق الكل باش الكل يطيب مع بعضه. حطوها على كما قلت لكم باش نكمل طبقة أخرى. راه عملت 3 طبقات متاع بات. ندخلوها للفور على 180 درجة، حكاية ما بين ساعة غير ربع ساعة. تحل الفور وتحط الفرشيطة ولا السكينة وتشوفها البات ترات ولا لا، ولا راي طابت. هذه هي اللازانيا متاعنا حضرت. رشيت فوقها رشة معدنوس، اغزروا لها كيفاش قديش جبن لازانيا مجبنة كما نقولوا احنا. شوفوا محلاها ومشخشخة، ما هيش عاقدة. هذه هي وصفتنا، ان شاء الله تعجبكم. تبعوا طريقة، وما بقى لي كان باش نقول لكم بسلامة وفي الامان، وان شاء الله في وصفة اخرى.